هل سمعت من قبل عن وادي الأشجار المربعة؟ هل تعلم أين يقع؟ على بعد أميال قليلة شمال منطقة قناة بنما يقع وادي يسمى بوادي الأشجار المربعة، وهو معلم سياحي فريد ونادر من نوعه. يمتاز بوجود عائلة من أشجار خشب القطن التي تتميز بجذوعها المستطيلة، والتي تختلف في الشكل عن الأشجار الأسطوانية المعروفة غالبا. هذه المجموعة من أشجار القطن مربعة الشكل تنمو في وادي نشأ أساسا من رماد بركان عملاق، وتتميز جذوع الأشجار المربعة بزوايا وأضلاع حيرت العلماء لسنوات والسائحين أيضا على حد سواء. قام خبراء من جامعة فلوريدا بأخذ شتلات من الأشجار غامضة الشكل لمعرفة ما إذا كانت تحتفظ بنفس الخصائص إذا تم زراعتها في بيئة مختلفة، وخلصت النتائج إلى أن الشكل المربع قد يكون له علاقة بالظروف الفريدة للوادي والذي تنمو فيه الأشجار. ويعتبر وادي الأشجار المربعة في بنما ظاهرة طبيعية غريبة وفريدة من نوعها، ويقع الوادي في ثاني أكبر بركان خامد مأهول بالسكان في العالم، وهو أحد أكثر مناطق الجذب السياحي في العالم. إلا أن وجود الأشجار المربعة لم يمنح الوادي ميزة كبيرة بين سكانه، فهم لا يجدون الأمر يستحق كل هذه الضجة. تعتبر هذه الأشجار ذات الجذوع شبه المربعة ظاهرة طبيعية غريبة ومختلفة كثيرا عن الشكل التقليدي المعروف للنباتات. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.